السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده عندي بلح هعمله عجوة للحشو، وهعمله برضو عجوة اللي عايز برضو يعني ياكل لقمة كده، فطار سحور، اللي عايز ياكل منها ياكل. معايا بلح، يلا بينا نشوف هنعمل الطريقة ازاي. يا حبايبي انا عندي بلح اللي هو بتاع رمضان ده، هعمله عجوة كده، نعمل سندوتشات كده واللي عايز ياكل منه. هوريكم هعمل الطريقه بتاعتي ازاي. هنقطعه بقى، هنشيل النوى اللي فيه، نقطعه كده ونشيل النوى اللي فيه ونقطعه بقى كله، وبعدين اوريكم اهو. هنفصصه كده ونشيل النوى اللي فيه، خلصوا بقى وبعدين ابقى اوريكم هعمل الطريقه ازاي. فصصوا بقى الكميه كلها وبعدين اوريكم. اي حبايبي احنا فصصنا كله اهوت، طلعنا من النوى. معلش انا اسفه بقى على صوتي عشان عندي بس شويه برد. اللي فصصته اهوت وطلعت منه النوى كله، هغسله بقى وبعدين هوريكم اعمله ازاي. يا حبايبي غسلته وحطيته في الحله، نحط له بقى كوبايه ميه اللي هي دي بس، ونحطه بقى يستوي على البوتاجاز، ونتنينا نقلب فيه عشان ما يلزقش في الحله. احطه بقى على البوتاجاز وابقى اقلبه بقى اوريكم. يا حبايبي البلح على البوتاجاز اهوت عمال يغلي، نتنينا ايدنا فيه كده ونقلب فيه على طول عشان ما يلزقش، وعشان يستوي كله زي بعض وما يبقاش اللي تحت يستوي واللي فوق يتني طري. اه، تنينا بقى نقلب فيه كده لحد ما يستوي وبعدين ابقى اوريكم. يا حبايبي البلح استوى اهوت، اه استوى خالص اهو. هنفرمه بقى في الكبة، اللي عايز يفرمه في الكبة يفرمه، اللي عايز يعمله كده بالشوكة كده وخلاص ويسيبه زي ما هو ماشي. بس انا هفرمه انا في الكبة عشان هعمله بقى، عشان اخليه مثلا اخليه لحشو القرص، او اخليه للسحور، اللي عايز يسحر بيه حتة ياكل حتة كده في السحور ولا حاجة. اي حبايبي اتفرمت اهي، هنشيلها بقى نفضيها في الحلة ونحط الكمية الباقية. يا حبيبي بقى نفضل الكميه الباقيه، احنا فضينا اللي فيها، اللي في الكبه فضيناه في الحله احنا كنا عاملين فيها، ودي الكميه الباقيه اهي نفضها برضو ونفرمها زي التانية. افرمها بقى وارجع لكم عشان صوت الكبه بس ما يعملش في الفيديو. يا حبيبي فضينا الكميه الباقيه اهيت، هناخد بقى الحله كده نحطها على البوتاجاز واوريكم برضو هنكمل ازاي. يا حبايبي على البوتاجاز اهيت، نستنينا بقى نقلب فيها كده على طول عشان ايه تنشف خالص خالص، ما يبقاش فيها ميه. هي ناشفه اصلا اهي، بصي الحله من تحت اهي، يعني تعملي كده تلاقيها تخلي معاكي من الحله وكده نشفت خالص اهي. برضو قدامنا نقلب فيها برضو شويه عشان تنشف خالص خالص، الميه كده تبقى ناشفه خالص ما فيهاش اي حاجه. خليها بقى 5 دقايق كده على البوتاجاز اقلب فيها وبعدين برضو اوريها لكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. اهي يا حبيبي استوت خالص اهي، نفضها بقى. احنا جبنا هنا طبق وفرشنا في كيس، عصناه بس سقطة زيت صغيره عشان نفضي عليه. دي بقى نحطها في التلاجة، لو هنعمل منها قرص هنعمل شوية بنين شوية قرايش نحشي منها عادي خالص، بس زي ما تحط في التلاجة هتجمد. اهي نحطها بقى في التلاجة ونفضي بقى الباقي هنا، اللي عايز ياكل منه ياكل. وممكن احط عليها برضو معلقة سمسم اللي هي بتاعت الاكل دي. اهي حطيت على معلقة سمسم كده، افضيها هنا بقى في الايه، في العلبة. هلم بقى اللي في الحلة احطه في العلبة واوريكم.
اي حبايبي واللي بقى ايه رايكم فيها؟ ديت اهيت حطيناها في العلبه اهيت برضو، اللي عايز ياكل منها، وديت خليناها للحشو، اللي عايز برضو ياكل منها. ممكن نقلبها على بعضها ونحط معلقه قرفه، نحط شويه سمسم، كل واحد حسب الرغبه بقى، كل واحد حسب ما هو عايز. وقول لي ايه رايكم بقى فيها، ويا رب النهارده العجوه بتاعتنا تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.